أزمة نهضة بركان واتحاد العاصمة الجزائرية. الأزمة ستتواصل وسيكون هناك تبعات أخرى بعد انسحاب اتحاد العاصمة في مباراة الإياب. اتحاد العاصمة طبعا انسحب بسبب القميص اللي عليه الخريطة. قام بكل مراحل البروتوكول، سافر، تدرب يوم قبل المباراة في ملعب المباراة، اجتماع فني، هذا كله. لكن في الأخير كما قال المدير الرياضي لاتحاد العاصمة أن الفريق سينسحب إذا خير أو اختار فريق نهضة بركان ارتداء الأزياء اللي فيها خريطة المغرب. تعليقك خالد، وأزمة كبيرة بين البلدين وعقوبات ثقيلة تنتظر اتحاد العاصمة. موسمين ما يشاركش في الكاف، يخلص الخطايا نتاع الفواياج اللي البركان كي 50,000 دولار 50,000 دولار معناتها حكايه هذوما تحطم فريق كامل، معناتها معناتها تحطم بلد كامل. ضربه للكره الجزائريه، ضربه للكره الجزائريه، ولو انه الاتحاد الجزائري هذا نختار هذا خويا ما نحكيو كرويا، خويا انا ما نحكيش سياسيا، ما مدخلني فيهم المواضيع. كرويا باش الفريق راهو هز اللقب الموسم الفائت ماديا وكل شيء معناتها، فهمت؟ دونك خويا ربي يهدي، انا ديما نقول ربي يهدي الحكايات هذوما، وان شاء الله خويا ترجع نفوس باهيه ما بين بعضهم، وابري تو زوز عرب في بعض. صعيب شويه ترجع نفوس هاديه، صعيب شويه. سافولكو واش دي الانسحاب بسبب خريطه والعقوبات المنتظره، هذه عقوبات ثقيله، واش تحسب رايك رياضيا يعني؟ مرحبا. سافا فوز الي بيان؟ راك تطورت شويه بالفرنسي، تهدر مزيان بالفرنسي. سافا داكور نبوغت كوا سيتو نخبوغت كوا شويه. حبيت مداخلتي قصيره وصغيره، حبيت نهني خوتنا المغاربه خاصه جمعيه بركان. من انت يا اخي؟ انت جزائري؟ لا انا تونسي اخي العزيز. من تونس العزيزه. مرحبا اخي حكيم، مرحبا. نعم شكرا. عندنا بزاف. قل لي وانتم كتوانسه قريبين من البلدين، كيف تشاهدون، كيف تقرؤون هذا المشهد الذي ترونه؟ والله يا اخي العزيز، ان كانت قراءة صادقة يعني معناتها شيء محزن اول ما نشوفوه، خاصة للرياضة الجزائرية، وهكا الوليدات اللي حضروا في الماتش شحال عندهم. اما من ناحيه معناتها الفريق المغربي معناتها فله كل الحق، معناتها هذيك حريه شخصيه، وما نعرفش علاش على خاطر خريطه توصل المشاكل هذه الكل، لا فيها لا السياده، لا تعدوا على الجزائر، لا خوتنا الجزائريين، لا تدخلوا في الخريطه الجزائريه او التراب الجزائري. معناتها انا كتونسي عندي راي معناتها محايد، ان يكون خوتنا المغاربه عندهم الحق 1000%، معناتها هذا ما ينجم ينحوه لهم حتى حد. حبيت نهنيهم ونهني المدرب التونسي على راسهم معين الشعباني، وثاني كلمة نقول تعازينا للرياضة الجزائرية بالحق. اليوم نعزوهم بالحق لأنهم أحلام تاع شباب كيف هكا خسارة معناتها تمشي باطل، وخدمة تاع تعزي من؟ تعزي الفريق الجزائري على ماذا تعزيه؟ نعزي الرياضة الجزائرية بصفة عامة، معناتها إذا كان فريق باش يوصل يلعب نصف نهائي في كأس أفريقيا، هذه مرة تجي كل 10 سنين ولا شحال، معناتها يوصل يقصى بالطريقة هذه. حكيم نعم أخي. الشارع التونسي، المزاج التونسي إلى أين هو أقرب؟ إلى هذا الكائنات التبونية أم إلى إخوانهم المغاربة؟ أسألك بالله وقول لي الحقيقة. والله العظيم اخي العزيز، احنا كل معناتها من الشعوب للزوز بالنسبه لنا احنا كيف خوتنا الجزائريه خوتنا المغاربه، لكن الحقيقه على كل الشيء اللي قاعدين نشوفوا فيه اكيد باش نكونوا مع المغاربه، ونتمنوا لاخوتنا الجزائريه يفيقوا ارواحهم، يخدموا خدمه صحيحه، يتولهوا بارواحهم. والله العظيم انا نعطيهم رسالة معناتها في مده 10 سنين تو يفوتوا المغرب ويتطوروا خدمه المغرب، يتولهوا بارواحهم، يتولهوا بالمشاكل الداخليه، يعيدوا ترتيب البيت كما بالكدا كما نقولوا، فهمت بالعاميه. وبالعكس يزيدوا ياخذوا الحاجه الزوينه من المغرب، يشوفوا جيراننا كيفاش يتقدموا، ونحق ياخذوا منهم معناتها مثل. ليش المثل ناخذوه كان من الاوروبي، ما نجيبوا كان مدرب اوروبي باش ينجحنا. عندنا كي تشوف الحمد لله معناتها ماشيين يتقدموا، بدات تنظم في كاس العالم، فهمت، وربي ينجحهم وربي يوفقهم، وهذاك ما نتمنوا لهم. لكنكم سياسيا وقيسيا تميلون إلى الجزائر الآن. قيس سعيد ربما تم تتبينه بنجاح.
يا أخي قيس سعيد شوف ما له إلا مده يمشي على روحه، لكن ثم السياسة حاجة والشعب حاجة. احنا أصلا ما نعرفش هذا الاتحاد اللي قاعدين يعملوا فيه ايش، شنو نتيجته على الاقتصاد في تونس، ولا على الاقتصاد في الجزائر، ولا على الاقتصاد في ليبيا، ولا ما أصلا أنا كتونسي مانيش فاهم. وبعيد كل البعد على السياسة والله العظيم. يمكن بالمجتمع متولي معناتها بالقضايا الاجتماعية الكل في العالم العربي حاجة أكيدة، لكن السياسي خاصة مع قيسون ما فهمنا ليه شيء. أنا أشكرك يا أخي حكيم، شكرا لك، صوت تونسي جميل يا أخي. غيبتنا، أعتقد أنت طلعت عندي من قبل صح؟ نعم نعم، كنت ديما نطلع معك، لكن ظروف الشغل والعمل الحمد لله ما الله يوفقك، نجمش نقابل. الله يوفقك يا أخي الحبيب. شكرا يا اخي، الله في عونك. وسلامي الحار لكل خوتنا المغاربه وخوتنا الجزائريه، ما تغشوش من كلامي، هذيك هي الحقيقه، وشكرا جزيلا. وهذا يبدو صوتا تونسيا آخر. مرحبا. اي تونسي تونسي. أهلا وسهلا، أهلا بأهل تونس اليوم، والله شرفتمونا. أهلا وسهلا، كيف الحال؟ الله يخليك، والله الحمد لله. كيفك انت؟ أنا بخير الحمد لله. والله ديما راني ديما نبعث لك في القاس، لكن ما كتبش ربي باش نشارك معاك، والله يا أخي مرحبا وهذه بك اول مره والله. باش نطلع معاك ان شاء الله. مرحبا مرحبا في أي وقت. بارك الله فيك. شفت المباراة اليوم اول يا أخي؟ شيء كانت مباراة ساخنة يا أخي، كانت مباراة ساخنة اليوم بزاف. كان فريق ساخنه لا بركان بس. يهجم والفريق اتحاد العاصمة يرد ويصد، وكان في مباراة قوية والله جدا. والله تعرف يا اخي اسعد، فما موضوع صغير برك باش نحكي لك فيه، صار لي تو عنده نهارين. أها. دخلت فما باش في الفيسبوك، دخلت باش نشجع نهضة بركان خاطر المدرب التونسي ولد بلادي، فهمت؟ مدرب بركان من تونس. اي مدرب نهضة بركان تونسي، أيا. وانا بصفتي تونسي عندي الحق نشجع ولد بلادي ونتمنى له كل أيا التوفيق. صح، من حقك من حقك من حقك. فانشتمت من التبونيين كما تقول انت. شتموك؟ شتموني يا ولدي، كمية شتائم مهولة. ألا تلاحظ أنهم بدأوا يتجرؤون عليكم أنتم التوانسة، بدأوا من يتعمدون قبل الإساءة. عندهم برشا من قبل، من سنين. تعرف من وقتاش بدت؟ من من نهائي بدأ؟ كأس العرب. بدأت المشادات من نهائي كأس العرب اللي ما بين تونس والجزائر، كنت تتفكر. لماذا يسبونكم؟ يعني فقط لأن لكم موقف طيب من المغاربة؟ يمكن خاطر الشيء هذا، خاطر هما نورمالمون ما يسبوناش، تعرفش علاش؟ خاطر الرئيس نتاعنا تبوني. عليكم من الرئيس بتاعكم هذا والله الرئيس بيدخل الرئيس سيدخلكم نتاعنا في هذا، متاهة. أي نعم أي نعم. بالرغم من انه المواقف هذه عمرها ما صارت من قبل. في الرؤساء اللي تعدوا ديما موقف تونس كان محايد ما بين المشكلة ما بين المغرب سابقا وتونس. صح، كان كان حياد. موقف محايد، لكن في العهدة هذه للأسف ما بدل كل شيء. متى الانتخابات عندكم؟ الانتخابات متى؟ الانتخابات في شهر سبتمبر من العام هذا. طيروا قيس سعيد، هذا لازم تطيروه من الرئاسة بأي طريقة كانت، ضروري تطيروه. هو ان شاء الله ان شاء الله فما امل باش يخرج، إن شاء ولو الله. انه صعيب. خاطر يا اخ اسعد للامانه، لا مو فما برشا صعيب. توانسه شادين فيه صحيح. لا مو صعيب، إن شاء الله تشيلوا. عنده شعبيه كبيره في تونس راه. يا رجل، قيس سعيد عنده شعبية؟ والله عنده شعبيه في تونس كبيره برشا. انا واحد من الناس فما برشا توانسه معاديني في جرته، خاطر انا راني معارض للنظام هذا ومعروف راني. قيس سعيد له شعبية في تونس؟ له شعبيه في تونس، اي نعم. الله له المستعان يا أهل شعبيه، تونس. له أكثر من 3 مليون يا أخي له شعبيه أسعد. كبيره في تونس يا اخي اسعد. معناته سيفوز. هو إذا أخي كان أسعد سامحني قص، هو في كلمة هو قاعد يخدم في خدمة داخلية جبارة للأسف، لأن احنا معناتها مدة 15 سنة معناتها الفساد ضرب كل جميع القطاع في البلاد، لكن في الأمور الخارجية صفر. لا فيريتي العلاقات الخارجية نتصور وقيلة ما عندناش دابا، يمكن وقيلة ما عندناش سفير في المغرب نتصور إذا كان ما عندناش ما عندكم سفير في المغرب؟ العلاقات مقطوعة ولا كيف؟ العلاقات بين الشعبين معناتها الحمد لله ما انقطع حتى شيء، لكن العلاقات الدبلوماسية مقطوعة أظن. بالرغم من أنه وزير الخارجية مقطوعة. بالرغم من أنه
وزير الخارجية التونسي قبل مدة قال راوية لا توجد قطيعة بين تونس والمغرب، والسفيرين في أقرب وقت باش يرجعوا، سفير المغرب باش يرجع وسفير تونس باش يرجع. لا لكن للأمانة نستبعد الشيء هذا. طيب خاطر النظام العسكري الجزائري ولت عنده لمسة في قصر قرطاج يا أخي. لا إله إلا الله، نسأل الله السلامة والعافية. وعلاقاتنا خليني تعرفوا علاقات تونس والإمارات ماشية للقطيعة راه. نسأل الله السلامة والعافية. الله يعينكم، الله يعينكم على قيس سعيد. علاقاتنا مع الإمارات ماشية للقطيعة. نعم. وزيد سمعت أمس في برنامج تونسي شركة أبو خاطر الإماراتية عندها مشروع في تونس، كل المنشآت الرياضية باش تعمل. سمعت تاني باش تسحب الاستثمارات نتاعها من تونس بسبب المشكلة ما بين الجزائر والإمارات. حتى تونس زاد ولد في مشكلة، الجزائر قاعدة تجر فينا المشاكل، تونس في غنى عنها. مشكلة نسأل الله السلامة. مع الإمارات. الله يكون في عونكم. خليكم معي اخواني التوانسه، خلوني نسمع الصوت اللي فوق. تفضل اخي. اوكي يا اخي. السلام عليكم.